السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير وفي احسن حال. احنا اتفقنا ان احنا هنتكلم في سلسله حلقات عن الصحه النفسيه وازاي نعيش حياتنا واحنا اصحاء نفسيا. وبعدين جه حادثه الانتحار فقلنا هنتكلم عن الانتحار واسبابه وكده. بس رجعت دايما عشان انا شعاري في الحياه ان الوقايه خير من العلاج، فقلت ان احنا هنأجل الكلام في الموضوع ده شويه ونبدا نتكلم عن الصحه النفسيه، نتكلم في كل حاجه اللي هي بتقوي صحتنا النفسيه، ازاي نعيش سعداء، ازاي نكون ايجابيين، ازاي نقاوم الاحباط اللي الانسان بيتعرض له كل فتره، واللي ممكن بعد كده يكون سبب لا قدر الله في الايه انه يوصل الانسان للانتحار. بعد ما نتكلم في كل الحاجات دي بعد كده هنبدا بقى ايه، نبقى نتكلم في الموضوع ده بعد كده، وان شاء الله باذن الله ممكن ما نحتاجش اصلا نتكلم فيه. طيب، اول حاجه هنبدا نتكلم فيها ازاي نقاوم الاحباط. الاحباط دوت اللي الانسان بيبدا يزهق وما عندوش حافز ومش عايز يكمل ومش عايز يعمل حاجه ومحبط من كل حاجه. بيبدا بصغير ولو استمر بيبدا يكبر يكبر لغايه لما يوصل لمرحله ممكن الانسان يكون بعدها يائس وييأس من الحياه اصلا، ولا قدر الله ممكن يوصل في بعض الحالات ان الناس تنتحر، ما هو شايفه الحياه ضلمه مفيش اي امل في اي حاجه، فبيبقى سهل عليه ان هو يتخلص من حياته. الاحباط ده حاله بتصيب، يعني مش هقول لكم يمكن كل الناس، مفيش حد تقريبا ما بتجيش عليه لحظات بيحبط فيها، ولان دي طبيعه الانسان ان هو لو ما وصلش لحاجه معينه هو عايزها ممكن ان هو يحبط. طيب الحلقه دي ممكن تكون طويله شويه فاستحملوني عشان هقول لكم كل حاجه ان شاء الله باذن الله، بدل ما نقسمها على حلقات ممكن تتوه منكم في النص. طيب ازاي نقاوم الاحباط؟ في اول حاجه شويه نصايح كده بيقولوا عليها نصايح يعني ايه، شويه روحيه، شويه نفسيه، مش محتاجه مجهود من الانسان كبير ان هو ينفذها. اول حاجه طبعا حسن الظن بالله، علاقه الانسان بربنا اللي دايما هنعيد ونزيد فيها، وحسن الظن بالله. لازم دايما نكون محسنين الظن بالله ان اي حاجه اصابتنا دي فهي خير لينا، ايا كان ايا كان هي خير. الله يعلم وانتم لا تعلمون، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ربنا ما خلقناش علشان يعذبنا، ونبدا نكلم نفسنا بكده ونحسن الظن بالله. تمام. قراءه القران، ربنا بيقول طه ما انزلنا عليك القران لتشقى. يبقى قراءة القرآن، كل ما نقرأ القرآن هتصادفنا آيات كتير بتبشر الصابرين وبتقول لنا على الجزاء وإن مع العسر يسر، فهتدينا طاقة إيجابية وهتصبرنا على اللي احنا فيه أيا كان. تمام. اذكار الصباح والمساء، اذكار الصباح والمساء دي حاجه يعني دواء بجد، وبنسميها حصن المسلم. وان شاء الله باذن الله لو ربنا اراد هنفرد ليها حلقه ونتكلم هي ازاي فعلا بتدي طاقه ايجابيه في بدايه اليوم، وكمان الانسان لما يقولها قبل ما ينام ازاي برضو بتدي له طاقه قبل ما ينام ويفضي شويه مشاعر سلبيه عنده، ويبدا ان هو ينام وهو مطمن ومرتاح وهادئ كده. تمام. بعد كده بقى احنا احسننا الظن بالله، نوقف جلد ذات. يعني في ناس بتبدا تمسك نفسها تجلدها على اي حاجه بتعملها غلط، يبقى هنوقف جلد الذات. مش لو ما كنتش عملت، ما هو انا اللي عملت في نفسي كده، ما اصله. لازم نقنع نفسنا ان الانسان ما بيتعلمش بلاش، لازم يغلط عشان يتعلم. يقعد حتى لو غلط، لا ما انا ان شاء الله باذن الله بتعلم، ان شاء الله باذن الله لما هتيجي المره الجايه اكيد هتصرف احسن من كده، لا انا فعلا غلطت بس ما ايه المانع، ما هو لازم بنغلط يعني ايه، طول ما احنا حتى واحنا بنكبر بنتعلم وبنغلط عشان نتعلم وهكذا. فنبدا ان احنا نبطل نجلد ذات، نبدا نكلم نفسنا بعبارات ايجابيه ونوقف اي عبارات سلبيه. لا انت مش هتقدر، لا انت فاشل، لا انت مش عارفه ايه، لا انت ضعيفه، لا نبطل العبارات السلبيه اللي بنحدث بيها نفسنا في لحظات الاحباط، ونبدا نتكلم لا ان شاء الله هقدر، لا ان شاء الله باذن الله هستعين بالله وهقدر، هاخد بالاسباب. فنبدا نكلم نفسنا بعبارات ايجابيه. تمام. طيب بعد كده الصحبه بقى، الصحبه الايجابيه، نبدا نخلي كل الناس المحاوطين لينا خصوصا في وقت الاحباط ناس ايجابيه، ناس متفائله، ناس مقبله على الحياه، ناس تدينا امل في بكره، ناس تفكرنا بالله وبحسن الظن بالله، تبدا بقى ايه تفكرنا وتعرفنا ان احنا ان شاء الله باذن الله هنقدر وهنوصل وبكره احسن. فنحوط نفسنا بالناس دي ونبعد بقى عن الناس المتشائمين اللي عمالين يدونا في طاقه سلبيه ويزودوا الاحباط عندنا ويضلموها لنا اكتر ما هي مضلمه. تمام. بعد كده بقى بيقولوا التعرض لاشعه الشمس مفيد. ايه المانع كل يوم الصبح كده بنعرض نفسنا لاشعه الشمس. تمام. لان اشعه الشمس طبعا بتدي يعني زي طاقه، بتدي اشراق كده، بدليل ان في ناس في الشتاء بيجي لهم اكتئاب وما بيكونوش عارفين سببه، لمجرد بس ان هم ان هم ما بيتعرضوش للشمس. تمام. طيب ايه تاني؟ دي كانت شويه نصايح كده
علشان يعني روحيه. بس في خطوات بقى هنبدا نتكلم عنها عشان ما ننساش حاجه. هنبدا نتكلم على اول حاجه خطوات نفسيه وعقليه. ايه الخطوات النفسيه والعقليه؟ اول حاجه تقبل المشاعر. لازم نتقبل المشاعر اللي جوانا. عادي اي انسان بيحبط، ولازم نقول لنفسنا كده كل انسان عادي، مفيش اي مشكله ان هو بيحبط وبتجيله فترات احباط واوقات بيزهق وبيحس ان هو لا مقصر وان هو ما عملش وما وصلش. لا، نتقبل المشاعر دي ونديها وقتها، بس اللي هو وقت صغير، مش هنديها وقت كبير من وقتنا علشان ما تاثرش سلبي علينا. لازم نتقبل المشاعر دي، تمام؟ ما نرميهاش بعيد، ولا اي مشاعر لازم نديها وقتها ونسيبها تمر، تمام؟ بعد كده نغير المنظور. اوقات منظورنا بيكون احنا بنفكر وبنبص على النتائج النهائيه الكبيره. انا عايز اعمل حاجه يعني هي كبيره قوي، تمام؟ مش عارفه اديلكم امثال لايه، لان كل واحد اهدافه بتكون غير التاني، بس المهم هو حاطط لنفسه اهداف كبيره قوي. لا، هنبدا نغيرها لخطوات صغنونه، تمام؟ إيه يعني احنا عارفين ان الحاجه دي عشان نوصل لها لازم هنعمل كذا ونعمل كذا ونعمل كذا، فنبدا نقسمها. انا مثلا عايزه اشتري عربيه، مثلا عايزه اغير العربيه بتاعتي، طب العربيه دي بتاعتي بكذا ودي بكذا، يبقى انا الفتره الجايه محتاج ان انا اوفر كذا. يعني هو يعني كمثال. فنبدا نحط بقى نقسم الحاجه الكبيره دي لحاجات صغنونه، نحاول نحققها واحده واحده كده بالترتيب لغايه لما نوصل للهدف الكبير بتاعنا، تمام؟ لازم يكون عندنا وضوح وحزم، تمام؟ الناس اللي هي بتدينا طاقه سلبيه لازم نوضح لهم مشاعرنا. احنا في الوقت ده مش محتاجين نسمع اي حاجه، لو سمحتم احترموا مساحتنا الشخصيه، ولو سمحتم مش عايزين نتكلم في الوقت دوت، ونكونوا صراحه، ماشي؟ حالتنا النفسيه ونفسيتنا دي مهمه جدا، ومحدش هيهتم بيها قوي يعني لو احنا ما اهتمناش بيها، تمام؟ بعد كده لازم نبحث عن الايجابيه. لازم نبحث زي ما قلنا عن الناس الايجابيين. لازم نبطل نلعب دور الضحيه. في ناس بتحب قوي تعيش دور الضحيه دوت، فلا احنا هنبطل نلعب بقى دور الضحيه، وبعد كده نفكر نشيل ازاي هنشيل الافكار السلبيه دي من دماغنا ونحط مكانها افكار ايجابيه. يبقى دي الخطوات النفسيه والعقليه خلصناها، تمام؟ بعد كده بقى هنبدا نقول الخطوات العلميه، خطوات عمليه كده يوميه، تمام؟ اول حاجه هنقسم الاهداف. اي مهام كبيره عندنا هنقسمها لمهام صغنونه تكون قابله للتحقيق. ما نحطش بقى اهداف كبيره قوي صعب ان احنا نوصل لها ونقعد بقى حواليها احنا مش عارفين نوصل لها، فنبدا بقى ان احنا نتخنق، نزهق، نحبط. فلا، احنا هنقسمها، تمام؟ ونبدا نحقق جزء جزء لغايه لما نوصل للهدف الكبير اللي احنا عايزينه، تمام؟ على مدار اليوم، على مدار الاسبوع، على مدار الشهر، على مدار السنه، مفيش مشكله. المهم الانسان لما بيحقق حاجه حتى لو كانت بسيطه ده بيديله طاقه ايجابيه، طاقه ايجابيه فهتخليه يكمل علشان يكمل الخطوه اللي بعدها وهكذا. بعد كده النشاط البدني. ممارسه الرياضه مهمه جدا. اللي يقدر يخرج ويمشي، المشي بيفرغ طاقه كويسه جدا. مش قادرين عادي، اللي يقدر يروح جيم يروح جيم. طب مش عارفين، هننزل شويه تمارين على الموبايل بتاعنا ونبدا نعملها مثلا يوميا، تمام؟ المشي السريع بيخفف على فكره التوتر، والتوتر اللي ممكن يكون نتيجه الغضب والاحباط. يعني ممكن لو احنا غضبانين او محبطين فنبدا نمشي ونتحرك حركه سريعه بالخطوه السريعه، فده هيسهل معانا، تمام؟ على مدار اليوم احنا طبعا بنجهد، فايه المانع ان احنا بناخد قسط من الراحه، سواء بقى الست في بيتها سواء الراجل بره في شغله. فايه المانع هنقسم يومنا كده وناخد فترات راحه نرتاح فيها شويه ونرجع نكمل تاني وهكذا، تمام؟ مش لازم بقى كله ورا بعضه، كله ورا بعضه لغايه لما خلاص ما يبقاش عندي طاقه ان انا اعمل اي حاجه، تمام؟ نجدد نشاطنا ونبدا من اول وجديد، مفيش اي مشكله. نمارس هوايه. ممارسه الهوايه ديت حاجه جميله جدا. في ناس مثلا بتحب القراءه وتبدا تقرا وبعد كده فتره بتسيبها فترجع مثلا الحياه تاخدها، فتحس مثلا ان هي محبطه او مش قادره، فارجعوا تاني للهوايه بتاعتكم. قراءه بقى، رسم بقى، اي حرف يدويه، الاعمال اليدويه ديت ايا كان، فممكن يبقى عندنا هوايه نفرغ فيها طاقتنا ونجدد فيها برضو نشاطنا. طيب في بقى شويه خطوات كده اجتماعيه برضو لازم نعملها. الخطوات الاجتماعيه لازم قلناها وهنقولها تاني. الانسان يا جماعه يتكلم، ما يكبتش اي مشاعر عنده ويسكت. لازم يتكلم لشخص هو بيحبه وبيثق فيه وبيحترم رايه ويعرف ايه رايه، طب اعمل ايه، تمام؟ اوقات الانسان وهو في المحنه ما بيبقاش شايف
حرفيا ما بيبقاش شايف. اوقات الحلول بتبقى قدامه وهو مش عارف. في ناس ما بتعرفش ترتب افكارها والموضوع بيكون بسيط، لكن محتاج حد يساعده. فلازم ما نقعدش نقول لا ومش هنخلي حد يساعدنا ولا. لا، الجأوا لناس اهل ثقه. طب كل اللي حواليا لا انا ما بثقش فيهم، لا ده ممكن يطلعوا اسراري، لا مش عارفه ايه. قلنا في اخصائيين نفسيين نقدر نروح نتكلم معاهم وهيساعدونا. تمام، وان شاء الله دول بقى اللي هيطلعوا اسراركم ولا اي حاجه. ما نستسلمش. تمام. طيب احنا قلنا وهنقول بدأنا وهنختم بالتقرب إلى الله. ونعرف ان الإيمان بالقضاء والقدر ده جزء من الإيمان أصلا، اللي هو الإيمان بالقضاء والقدر خير وشر من الله تعالى. فلازم نكون احنا مؤمنين بكده، راضيين جدا، ونتضرع وبنسلم أمورنا لله، وعندنا سلاح اللي هو الدعاء. يا رب يا رب يا رب أنا عايز كذا، يا رب أنا عايز أعمل كذا، يا رب يسر لي يا رب. فربنا ان شاء الله باذن الله تعالى هيتقبل، وان شاء الله باذن الله ربنا هيستجيب. وهو ما اخرش. دايما نقنع نفسنا ان ربنا ما منعش حاجه غير بحكمه، فاكيد ربنا ليه حكمه في كل حاجه بنمر بيها. تمام. ولعل اللي انا عايزه دوت او حتى بخطط له ممكن يكون شر ليا. فاحنا ناخد بالاسباب ونعلق دايما قلوبنا برب الاسباب. عارفه ان الحلقه طويله بس حاولوا تنفذوها، ولو واقفين عند اي حاجه سيبوها لي في التعليقات وان شاء الله باذن الله هرد عليكم، او حتى هفرد لها حلقه لو هو فعلا الموضوع يهم ناس كتير. تمام. اتمنى اني اكون افدتكم، اتمنى ان انتوا فعلا تقدروا تقاوموا اي حاله احباط بتوصلوا لها، وما تستسلموش. لو الاحباط استمر مع الانسان لفتره طويله منعته ان هو يقدر يعيش حياته ويمارسها بشكل طبيعي حتى تحت ضغط، لا بدا يهرب من الحياه وينسحب منها ومش قادر يواجه او يعمل نشاطاته اليوميه، فيبقى فعلا لازم يستشير حد نفسي، دكتور نفسي، اخصائي نفسي. لازم يستشير حد وما يستسلمش المشاعر الاحباط بقى لو وصلت لمرحله وقفته عن الحياه، لان بعد كده بيدخل في مرحله يأس، بعد كده بيتحول لاكتئاب. واحنا قلنا ان كل الحاجات دي بتتحول فعلا، بتغير كيمياء المخ. وبعد كده بنحتاج بس مش مجرد فضفاضه، لا احنا بنحتاج لادويه. وفي ناس اللي بتستسلم زي ما بنقولنا للاحباط ولليأس، دول اوقات بيدفعهم الشيطان للانتحار عشان يتخلصوا بقى من حياتهم اللي هم شايفين ان هي سودة ومش قادرين يحققوا فيها اي حاجه. اتمنى ان اكون افدتكم. انتظروا ان شاء الله باذن الله سلسله الحلقات الجايه عشان ازاي نحافظ على صحتنا النفسيه ونعيش حياتنا واحنا ان شاء الله باذن الله مبسوطين. ما ننساش نصلي على النبي، وافتكروا دايما وبذكركم دايما صلوا على النبي واكثروا. احنا قلنا فوائدها ايه؟ بيغفر ذنبك وايه يفرج همك. يعني حتى لو عندنا هموم فممكن يكفينا برضو كمان ان احنا نصلي على النبي كتير ونستغفر كتير. ده برضو حاجه بنصح بيها اي حد زهقان ومهموم. صلوا على النبي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.